بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي إن شاء الله مع بعض الجزء الأول من سلسلة شرح كتاب الجامع في خط الرقعة. أول حاجة مهم نتعرف عليها شكل النقطة والنقطتين والتلاتة. النقطة هل بتبقى نقطة كاملة؟ يعني هل بتبقى نقطة بالشكل ده؟ لأ، في الرقعة بناخد تلتين النقطة الكاملة. طيب، شكل النقطتين بتوعنا ايه شكلهم بالصورة دي؟ بيبقى اقرب للافقي، مش مايل ميل واضح، وبيبقى الطول بتاعهم بتاع النقطتين هل هو نقطتين؟ لا، هو نقطة ونص، لكن هو رمز عن النقطتين. وهنيجي للثلاث نقاط بنكتبهم من اسفل الى اعلى، بيكون صعود بمقدار نقطتين ونزول بمقدار نقطة، وبيكون القمة فيها تقوس بسيط. طيب، نبتدي نكتب مع بعض حرف الألف. هنلاحظ هنا حرف الألف إنه مايل ناحية اليسار قليلا. طب علاقة حرف الألف إيه بالسطر؟ هنلاقي إن حرف الألف يرتفع عن السطر بمقدار نقطة، وطول الألف 3 نقاط. طيب، ليه يرتفع نقطة؟ لأن احنا بنكتب أساسا على زوايا ميل. طيب جميل، نيجي لحرف الألف. هل هو نقطتين أو 3؟ أحيانا يبقى نقطتين في حال استخدامه أو توظيفه في بعض الكلمات، زي لما أكون بكتب مثلا كلمة أمل، فهكتب الألف تحت الميم، وبالتالي هعمل ألف نقطتين، إنما في الأصل هو 3 نقاط. طيب، لما نيجي نكتب حرف الباء، صورة حرف الباء دي الصورة الأولى لحرف الباء، لأن الباء ليها أكتر من صورة. طيب، هي ابتدينا من أسفل إلى أعلى. الجزء اللي احنا ابتديناه ده مقداره نقطة، واحنا في الأعلى هنبتدي نعمل نزول، لكن نزول مع تقوس بسيط. ارتكاز الباء على السطر في التلت الأخير. يعني لو قلنا إن الباء دي أو التاء أو الثاء دي 3 نقاط، تبقى في نقطة منهم نقطتين نزول، نقطة التقاء وصعود. وهنلاحظ هنا شيء مهم، وهو إن زاوية ميل البداية هو نفس زاوية ميل النهاية. يعني هنلاقي توازي ما بين البداية وما بين النهاية. وبعدين ناخد بالنا من حاجة، إذا نزلنا بدون تقوس، هلاحظ إن هنا السماكة بتكبر، إنما لابد من نزول بتقوس عشان يكون العنق أو بداية أول نقطة هو أرفع في السماكة عن النقطة التانية والنقطة التالتة. طيب، نيجي نحط الصورة التانية أو نكتب الصورة التانية من حرف الباء أو التاء أو الثاء. هلاقي إن الصورة التانية بتبتدي بالعلاقة دي، فيها بداية. البداية دي منكفئة. يعني إيه منكفئة؟ يعني مايلة ناحية اليسار، وبيكون مقدار البداية دي نقطة. طب أعرف منين إن أنا عملت انكفاء سليم؟ إن المسافة اللي باقية من السنة دي إلى بداية الحرف على نفس زاوية الميل تكون قطة القلم. يعني أنا لو حطيت قطة قلمي كده تقفل تقفل العلاقة، يبقى أنا دي زاوية انكفاء سليم.
طيب نهاية الباء دي تكون علاقتها ايه بالبداية؟ هنكون على نفس الخط، على نفس النقطة، يعني النهاية على نفس القطة من الأسفل. طيب أيضا زاوية ميل بداية الباء هي نفس زاوية ميل نهاية الباء، تمام؟ وبيكون الباء أيضا مقاسها 3 نقاط. هنيجي للحرف الرابع اللي احنا هناخده، وهو حرف الدال. هناخد حرف الدال، هنلاحظ هنا جزء مهم جدا، ان البداية دي في حال ان انا بعمل تقوس قوي بيديني من سميك جدا لرفيع جدا، ولو عملت بشكل رأسي، ولو عملت تقوس بشكل افقي يديني سميك جدا، ويكون تدرج السمك مختلف او يعني قليل. طب هنيجي نعمل قاعدة الدال. احنا عملنا البداية دي وبعدين قاعدة الدال. هنلاحظ حاجة، اولا البداية مقدارها نقطة، ونيجي لقاعدة الدال، هل هي ماشية على السطر ولا فيها زاوية ميل؟ لا، هي احنا كل الكتابة بتاعتنا فيها زاوية ميل، تمام؟ طيب هنلاقي ان زاوية الميل دي، هل انا نازل مستقيم تماما ولا فيها شبه تقوس؟ لا، فيها شبه تقوس، بيكون مقاسها من البداية للنهاية نقطتين، تمام؟ طيب نيجي ناخد حرف السين او ناخد حرف النون. لو احنا هنلاحظ احنا كان في حرف الحاء انا ما كتبتوش، الحرف الحاء انا باخده مؤخرا. الخط الرقعة بيبني علاقات على بعضيها، يعني هعرف اكتب حرف، هعرف اكتب الحرف اللي بعده، هكون حرفين مع بعض هعرف اكتب الحرف الثالث. هنيجي نبتدي بحرف النون وبعديها ننقل على حرف السين. حرف النون هنلاحظ الجزء ده احنا كتبنا شبيه ليه هنا، وبعدين هنعمل تقوس لأسفل، طيب هنبتدي نتكلم على حرف النون. انا لسه ما حطيتش النقطة بتاعته، بس هقول ان بداية الحرف النون ده بمقدار ايه؟ نقطة، والجزء اللي المتبقي من النون، بقية جسم النون مقداره 2. هلاقي ان النون عندي هي اشبه بالشكل البيضاوي، يعني انا لو عملت كده كده فهو البيضاوي، تمام؟ لما بناخد خط رأسي الاقي ان النون ينفع ان انا احط تحتها في النقطة، في المكان ده نقطة، ولما ناخد نكمل الشكل بتاعنا هنلاقي ان نقطة ارتكاز النون فين؟ في التلت الاخير، يعني النزول ده تلتين والتقوس والصعود تلت. اجمالي حرف النون كمقاس نقطتين. طيب جميل، لما نيجي ناخد بداية النون ونهاية النون هلاقي ان البداية والنهاية على خط ايه؟ على خط واحد، ونقطة النون لا تتجاوز بداية النون، يعني باخد نقطة النون من الداخل، لا تتجاوز يعني ارتفاعا بداية النون. طيب هنا المصطلح بتاعنا بقى هنسمي الجزء بتاع الجسم النون ده هنسميه كأس النون. طيب هنلاحظ حاجة تانية، ان الفراغ بتاعنا هنا اصغر من الفراغ اللي موجود تحت ناحية اليمين، تمام؟ هو احنا بنشتغل على شكل البيضاوي. طيب هنستفيد بقى بايه من حرف السين اللي احنا كتبناه ده وحرف النون اللي احنا النون اللي احنا كتبناه؟ هنستفيد بحرف السين، وهنقول نقطة الايه؟ الاتفاق ونقطة الاختلاف. السين صاعد من اسفل لاعلى،
ثم مستقيم. تمام. ظاهريا هنقول انها فيها شبه من الباء، لكن هي مختلفة في ايه؟ اولا جزء الاتفاق انها من اسفل لاعلى، والبداية دي مقدارها نقطة. طب دي نقطة اتفاق. نقطة اختلاف ان السين وانا نازل مقوس، الباء وانا نازل مقوس، انما السين وانا نازل مستقيم. يبقى دي نقطة اختلاف. السين بدايتها سماكة زي نهايتها، يبقى كمان دي نقطة اختلاف. نقطة اتفاق أخرى إن السين 3 نقاط زيها زي حرف الباء. طيب ده الجزء الأول. هنيجي بعد كده هناخد كأس النون. مهم جدا جدا ان احنا يكون الجزء ده بارز عن جسم او بداية السين، وايضا بيكون نهاية السين على خط واحد مع بداية الكأس. اسفل نقطتين، اتساع داخلي نقطتين، نقطة ارتكاز على التلت. بعد ما ننزل تلتين ونرتكز ونلف على التلت. وهنلاحظ ايضا ان بداية الكأس زاوية ميل بداية الكأس، زاوية ميل نهاية الكأس، زاوية ميل بداية السين. ويكون ده ان شاء الله الجزء الاول في السلسلة، وهنتابع بقية الحروف ان شاء الله. السلام عليكم.